لما الست ترجع تحب بعد وجع، هل بتدي بنفس القوة ولا بتخاف تدي تاني؟ هقول لك، في ستات لما بتحب أول مرة بتدي كل حاجة، قلبها، وقتها، طاقتها، أحلامها، لكن لما تتوجع بقى بيتغير فيها حاجة جواها، مش بترجع زي الأول، فتفتكر بقى ساعتها إنها مش قادرة تحب تاني. بس الحقيقة لأ، هي بتقدر، بس المرة التانية دي الحب بيبقى مختلف تماما. الست بعد الوجع ما بتبطلش تحب، هي بس بتتعلم ازاي تحب من غير ما توجع نفسها. زمان كانت بتدي عمياني، دلوقتي بتدي بعقل، بتوازن، بوعي. كانت زمان بتثق بسرعة، دلوقتي بتبص لتصرفات مش كلام. كانت تشوف اللي بتحبه في زمان كل حياتها، دلوقتي فهمت ان الحب جزء من حياتها مش كل حياتها. وده على فكرة مش برود ولا قسوة، ده نتاج وجع علمها حدودها. الست بعد الوجع بتعرف قيمتها، بتختار اللي يطمنها مش اللي يبهجها لحظة، بتحب بهدوء لكن بصدق. علم النفس بيقول ان الست بعد التجارب المؤلمة بيتطور جواها نوع جديد من الحب اسمه الحب الواعي. يعني تحب وانت شايف مش مغمض، تحب من غير ما تدوب ومن غير ما تضيع نفسك. وده اجمل انواع الحب واقواه، لانه بيبقى ناضج وقوي، مش حب يكسرك لكن حب يقويك. فالست لما تحب بعد الوجع بتدي، بس المرة دي من قلب واعي مش من قلب عايز يثبت نفسه. بتحب بعمق بس كمان بتحافظ على روحها. يمكن اللي حواليها ساعتها يفتكروا انها بقت باردة، لكن الحقيقة دي ست نضجت، عرفت ان الحب الحقيقي مش اندفاع، ده سلام داخلي بين قلبين فاهمين بعض. يا ترى حد مر بالتجربة دي قبل كده؟ منتظر تعليم.